ازيكم عاملين ايه؟ ساعات بنكون نايمين بالليل وسايبين باب الأوضة مفتوح، فبنصحى الصبح نلاقيه مقفول. والدك بقى قفله، والدتك قفلته، اخوك اختك ايا يكن مين اللي قفله، بس انت بتكتشف ان الباب مقفول وبقى بتكون متأخر على الشغل او عايز تروح الحمام او ايا يكن السبب اللي انت عايز تخرج من الأوضة عشانه، فانت بتكتشف ان الباب مفتوح. طب افتحه ازاي؟ طب ادخل ابحث عن النت، طب مش عارف ايه، بتواجهك مشكلة. فانا النهارده قررت احل لكم المشكلة واعلمكم ازاي تفتحوا باب الأوضة بنفسكم. بصوا، لفتح باب الأوضة طريقتين. الطريقة الأولى إن أنت مثلا لو كنت نايم وصحيت لقيت الباب مقفول وعاوز تخرج، هتعمل إيه يا صاحبي؟ بص، هتمد إيدك اليمين أو إيدك الشمال لو أنت أشول، بس هي يفضل اليمين. هتمد إيدك اليمين كده لأنها بص مطبعة على باكج، تحسه باكج مصمم على بعض زي قطعة البازل كده. هتمد إيدك اليمين يا صاحبي وهتحطها كده صابع من تحت والاربع صابع من فوق كده، وهتعمل كده يا صاحبي. هتكتشف ان الباب اتفتح معاك بمنتهى السهوله. عاوز تقفله، هتقفله بنفس الطريقه كده يا صاحبي، وهترجع دي لفوق تاني. الطريقه التانيه بقى اللي تفتح بيها الباب، وارد بقى ان الباب مقفول بمفتاح، بقى معاك واحد صاحبك رخم عليك وقفل لك الباب بالمفتاح، قاعد معاك من جوه وهو كمنه متعلم يقفل ويفتح الباب بالمفتاح ازاي، فقفل الباب. انت عايز تخرج بقى لاي سبب او هو بيرخم عليك، فانا اعلمك ازاي تفتحه بالمفتاح. بص يا صاحبي، المفتاح مثلا وليكن الباب مقفول كده، انت عاوز تفتحه، طب انت هتدوس كده، هتعمل كده، هتعمل كده، تلاقي الباب ما بيفتحش. لا، دي الطريقه الغلط لاستعمال المفتاح. الطريقه الصح انك تستعمل المفتاح يا صاحبي انك تبص صابع فوق وصابع تحت كده، صابع تحت وصابع فوق. بص يا صاحبي، وتلف كده تكه تكه التانيه، وبعد كده تحط ايدك على الاكره زي ما شرحنا في الاول، وبمنتهى السهوله يا صاحبي كده تفتح الباب، كده تقفل الباب. وبس لحد هنا يا جماعة وصلنا لنهاية الفيديو. ولو في أي حد عنده مشكلة بيمر بيها أو حاجة مش عارف يتعامل معاها، يا ريت يكتبها لنا في الكومنتات، وبإذن الله هعمل له فيديو عنها. وبس لحد هنا، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.